ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. بارك الله فيك حفظك الله. جعل الله لك هذا الصوت الجميل، هذا الصوت الشجيع الذي شددت أسماعنا به. بارك الله فيك وفي آبائك وفي أبيك وأمك اللذان يسهران على تربيتك على هذا النهج السوي وجعلك إن شاء الله عبرة للآخرين. سيري على هذا الدرب فستكونين إن شاء الله من أهل القرآن وسيكون لك باعا في القرآن الكريم، لعلك تكون مثل التي تأخذ الجوائز في كل بقاع العالم، وهي هاجر بوساق أول قارئة مغربية أينما حل، خاصة تلك شو اسمك يا أستاذة؟ نعم حفصة، أستاذة حفصة تبارك الله عليك وفتح الله. وكذلك يجي وراها طه الحداد ومحمد الغنيمي هدايا إذا قلت اسمي غلط لا إحنا في العالم، هدايا السبوي وفاروق سندوس رؤيا سارة إيمان الزياني سيرين. وقبل كل شيء أهنئكم بحبكم لكتاب الله عز وجل. قبل كل شيء لولا حبكم لكتاب الله عز وجل لما دفعتم أبناءكم وبناتكم ليتلوا كتاب الله عز وجل وليقرأوا كتاب الله عز وجل. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زال فيها الخير، وهذا مصداقا لقوله تعالى لا زال الخير فيه وفي أمتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيبقى على ذلك إن شاء الله، لأن الله عز وجل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أولا ندعو لأبنائنا وبناتنا بالتوفيق إن شاء الله، وجعلهم الله عز وجل من أهل القرآن ومن حفظته إن شاء الله. لدينا باش نطول شيء عندنا بعض الفتيات والأطفال تبارك الله عليهم اختيروا كمجموعة أولى بأصواتها وبحفظها وبإتقانها القواعد. أنا لست خبيرا في القواعد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الجزء الثالث من سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه
طغى